يا مساء الخيرات والبسبوسة والهريسة والحاجات الحلوة، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تفتكروا هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل وصفة ايه؟ يعني تخيلوا كده. هنعمل مع بعض وصفة الهريسة او البسبوسة ايا كانت بقى يعني المسميات، بس احنا عندنا في اسكندرية عامة بنقول عليها هريسة. اكتر حاجة هريسة كده، بتبوظ سمنة كده وعسل، يعني بجد اخر جمال. اما البسبوسه ممكن تبقى هنا متداوله في القاهره اكتر شويه بالاسم يعني عن الهريسه، مش عارفه، بس ممكن يكون في شويه اختلافات ما بينها وما بين البسبوسه. بس احنا عامه بقى ايا كانت النوع هي بنسميها هريسه في الاخر. المهم يعني هي حاجه حلوه وجميله، وكمان اسهل مما يكون، اسهل كتير كده جدا من الكيكه. فعايزه اقول لكم بقى عليها. طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب، اللهم بلغنا رمضان، امين يا رب. وطبعا دي من الاساسيات برضو في رمضان، من الحلويات الشرقيه اللي ممكن تبقى موجوده معانا بعد الفطار. فقلت بقى نعملها بدري شويه، وسهله جدا طريقتها، ومش هنستنى ومش هنتكلم كتير اكتر من كده، ويلا بينا على مطبخنا عشان نشوف وصفتنا. يلا بينا. طبعا دي الصينيه بعد ما طلعت من الفرن خدت اللون الذهبي الحلو اللي هو الهادي قوي. دايما بحب قوي الحاجه لما تطلع بيرفكت ومظبوطه، ببقى مبسوطه جدا، بحس ان انا انجزت حاجه حلوه. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان دايما في الحلويات ما نحاولش نكتر السكر كتير، يعني تبقى السكر مظبوط علشان طبعا نحافظ على نفسنا. فطبعا دي بعد ما خلصت تمام، بس اهم حاجة في الوصفة هنعمل اول حاجة الشربات بتاعنا، اللي هو كوبايتين سكر، وكوباية كوبايتين مية، وبسيبهم على النار، ونص ليمونة، وبسيبهم مع بعض بقى ايه يعيشوا حياتهم شوية. المهم عندي دلوقتي كوبايتين ونص من دقيق السميد، وعندي نص كوباية من العسل بارد تمام، ونص كوباية او كوباية الا ربع بكتير من السمنة، وكوباية لبن على جنب كده، واتنين زبادي تمام. دي مكوناتنا. قبل اي حاجة هاخد السمنة، هعملها او هبسسها في الدقيق كويس، يعني عارفين اقلب كويس لحد ما يتشربوا من بعض، واحس انها خلاص بقت الدقيق اتشرب. زي كده ما بيعملوا الدقيق، بيعملوا انا اقول عليه ايه، الكحك. تمام، بيبسسوا كده السمنة بالدقيق، فأنا مش عايزة عارفين أعجن كتير فيه، مجرد بس ما يشرب السمنة خلاص بوقف كده، وابدا انزل بالعسل بتاعي. العسل زي ما قلت لكم اللي هو كنت عاملاه من قبل كده برد الاول، خدت منه نص كوبايه من العسل ده، وضفته بديل السكر. لو حابين تضيفوا سكر ضيفوا، بس انا بحبها اللي هي الوسطيه، ما يبقاش فيها مبقاش محليه قوي بزياده. آم، وكوبايتين زبادي البلدي العادي بتاعتنا بالقشطه بتاعتها بكله تمام، وهنزل بيهم واقلبهم برضو تقليبتين حلوين. بعد كده هضيف اللبن. انا ضفت كوبايه اللبن كلها، لو انتي عامله كميه اقل هتاخد طبعا لبن اقل. المهم هقلب كويس قوي قوي تمام. مش عايزاها بقى متماسكه قوي، لا انا عايزاها سايله، بحبها سايله قوي. ليه؟ لانها في الوقت ده لما بتستوي بحس انها خفيفه جدا من جوه، فبالتالي العسل بيتشربها حلو قوي. المهم كده خلصت خلاص العجينة بتاعت البسبوسة او الهريسة ايا كان، وهجيب الصينية بتاعتي هدهنها حتة زبدة او سمنة صغيرة كده، عشان ما تمسكش قوي في قعر الصينية. وهنزل بيه العجينة زي ما انتوا شايفين، مش بتبقى ناشفة او متماسكة، لا عايزاها كده طرية خالص خالص، عشان لما تيجي تستوي في الفرن كلها على بعضها كده تبقى هشة. بس بفرد بقى العجينة كويس تمام، ما بحاولش اعمل لها حروف قوي من فوق، مع ان انا ساعات يعني عارفين كده اللي بيحب الحاجة محروقة شوية او متحمرة بزيادة. انا من الناس دي بحب جدا الحروف دي تتحمر قوي، واجيبها بالسكينة كده واقعد اتقرمش فيها كده، بجد بيبقى طعمها تحفة قوي. طبعا اكيد في ناس كتير جدا بتحبها زي كده. المهم فردت بقى البسبوسة او الهريسة زي ما ايه قلت لكم. وبس بحطها في الفرن. اول ما بتطلع طبعا بنزل بيها على طول، الشربات بسخنه تاني وبنزل عليه سخن، يعني الصينيه سخنه والشربات سخن، وبنزل عليها حلو قوي، وبعد كده بغطيها شويه تهدى. اوكي انا ما جبتش بس المقطع ده، لازم تهدى علشان تطرى وما تنشفش مني. بصوا في حته حواف كده متحمره، مت فيها وكلتها بصراحه.
المهم بقى اقطعها، وزي ما انتم شايفين بصوا من جواها ومن براها كلها كده على بعض ايه، مظبوطة تمام التمام. وطبعا اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. يلا باي باي.